طيب صباح الخير. النهارده رايحين نفطر في مكان، قلت اروح اجرب من عنده حاجه كده عند ابو ربيع. بيقولوا في سندوتشات عنده حلوه كده، فقلت اروح افطر هناك واجربها. بس النهارده معايا ضيفه جديده هتفطر معاه، فهنشوف الفطار ده ايه وهنتابع مع بعض. هو بس المشوار هياخد له تقريبا بتاع نص ساعه او ممكن اقل. النهارده الجمعه الدنيا فاضيه، فقلنا نشوفوه ونرجع لكم مره تانية. مش عايز اقول لكم الفسحه في اسكندريه الصبح بتبقى عامله ازاي، خصوصا يوم الجمعه بتبقى الموضوع مختلف جدا. مين يعرف المكان ده فين؟ المكان ده لسه جديد، اعتقد ان في اسكندرانيه نفسهم مش هيعرفوه. ده مكان لسه جديد، انا مش هصوره كله طبعا عشان ما يتعرفش بسهوله. ومش كوبري ستانلي يا جماعه، بس عشان تبقوا عارفين يعني، عشان محدش يقول لي كوبري ستانلي. انا حابب اشارككم مشواري لغايه ما اوصل ابو ربيع. انا رايح لحد تحديدا ابو ربيع سموحه، فاحنا كده وصلنا كوبري ستانلي فعلا اهو. انا عايز اقول لكم اليوم ممتع قوي، الجو جميل جدا، الشمس حلوه. طبعا على عكس الايام اللي فاتت كان الموضوع صعب شويه. ده بقى كوبري ستانلي، اعتقد الاسكندرانيه عارفينه كويس، واعتقد بقيه المحافظات عارفاه كويس. انا بس حبيت اشارككم اليوم من اوله واوريكم الطريق في اسكندريه الصبح الجمعه بالذات بيبقى عامل ازاي. فخلينا نوصل ونكمل مع بعض. طيب احنا وصلنا عند ابو ربيع خلاص، داخلين اهو الشارع عنده، نقعد مطاعم كده جنب منه. احنا محددين هدفنا النهارده. ابو ربيع وصل. طيب الاوردر وصل، هنجربوه بقى ونشوفوه مع بعض. انا عن نفسي بحب فطار ابو ربيع جدا، بس انا قالوا لي على حاجات جديده انا ما كنتش اعرفها. يعني قالوا لي ان في مثلا دي فلافل عليها بيض وعليها، المفروض ان هي عليها بتنجان. هو قال لي ان عليها بتنجان بس انا ما رضيتش احط بتنجان عشان ما بحبش بتنجان في الاكل. وبطاطس وعليها طماطم وعليها خيار، وتقريبا في صوص حاجه تحت انا مش عارفه ايه هو، فده هنجربه مع بعض. وجبت كمان قالوا لي ده اسمه فلافل صاروخ. وجبت واحد تاني بالبتنجان بس مش ليا، انا مصير ان انا مش هاكله برضه. وانا جبت، قالوا لي ان الجبنه المقليه عند التركي ممتازه جدا. دي هنشوفوها بقى مع بعض اكتر لما اجي نجربوها. طيب خلينا الاول فول، جبت فول كمان. مينفعش، هو انا ايه الفول بس هو تقريبا عطاني بداله فلافل تاني. طيب مفيش مشكله، خلينا نجرب حاجه. طيب ثواني، ده فول ده فول فعلا. ده الفول وعليه بتنجان، اوكي، وعليه طعميه كمان، عليه فلافل وعليه بطاطس وعليه بيض. الفول حلو اوي. طيب نجرب حاجه كده، يلا بينا. طعم الفلافل مقرمش، طازه سخنه حلوه. البطاطس شويه شاربه زيت، بس طعم الساندوتش ده حلو. الساندوتش ده طعمه 16 جنيه، يعني انا شايف ان هو يعني في ظل الغلو اللي احنا فيه ده، فده يعني سعره كويس جدا. طيب احنا طبعا ايه هنجربه حاجه مع بعض. ده الفول، احنا هنبعد البتنجان عشان انا مش باكله كده، اوكي. خلينا نجربه الفول من غير بتنجان. فول ابو ربيع يا جماعه، فول ابو ربيع لا يقارن باي حاجه صح. انا بحب فول ابو ربيع من زمان، بس اول مره اعرف ان هو عنده حاجه كده بتعمل ميكس، ان هو بيحط كل حاجه على بعض كده تطلع بالروعه دي. طيب الجبنه بقى اللي شكروا لي فيها جدا، انا دي اول مره اجربها معاكم.
انا بهتم جدا بقصه الجبنه دي عشان في كتير جبت جبنه مقليه بتطلع طريه، مش تركي. دي تركي فعلا مقليه، تركي، قطعه تركي حقيقي يعني، مش صوص جبنه مثلا او حاجه. نجربها كده مع الميكس. نودي فيها طماطم كمان. طيب ناخد قطمه كام، نحط الطماطم فوق شويه كده عشان تبقى القطمه فيها كل حاجه. لو كانت سخنه كان الوضع هيبقى احسن. الجبنه طعمها حلو، مش حادقه. طعم الجبنه التركي واضح جدا فيها، وعليها طبقه الكراست اللي عليها متحمره كويس، بس هي تقريبا كانت محتاجه تبقى سخنه، فهو تقريبا ده كان جاهز عنده. وطبعا هو مش عارف ان انا هصور بحاجه زي دي، فالله اعلم بقى ايه. ده طبعا فلافل تاني، بس ده بالبتنجان بقى عادي خالص، بس ده عليه حاجات اكتر. طيب ده كان فطارنا النهارده من ابو ربيع. حبيت اشاركه لكم واعرفه لكم. الاسعار دي رخيصه بالمناسبه. التركي دي عامله 22 جنيه، والفول سعره 16 جنيه برضو تقريبا. ف ده فطار اعتقد ان هو مش هيبقى غالي، ده يكفي 3 افراد او فردين يكفي فردين كويس. فانا شايف ان سعره كويس وطعم الحاجه كويسه، باستثناء الجبنه كانت محتاجه تبقى سخنه تبقى احلى طبعا. ان هي اصلا مميزات الجبنه التركي ان هي لازم تبقى سخنه، خصوصا في القليه. بس فدي كانت تجربتنا مع ابو ربيع. ولو عايزين اي حاجه تانية نجربوها قولوا لي تاني في الكومنتات وعرفوني. متنساش تعمل سبسكرايب للقناه علشان خاطر توصلك اي حاجه جديده ننزلها. سلام.